وصفتنا التانية من بيوريه اللقتين، متل ما قلت لكم هنعمل وصفتين من البيوريه اللي سويناه. عملنا أول وصفة هي كبة اللقتين، وتاني وصفة هنعمل الكيك بنكهة اللقتين. لهيدا الكيك الطيب بدنا 2 بيضة بحرارة الغرفة. هحطلن ملعقة صغيرة من الفانيلا، إذا عندكم كمان فانيلا بودرة بنحط نص ملعقة صغيرة من الفانيلا البودرة. وبنرجع بنحطلن كباية كبيرة من السكر، وبنخلطهم مع بعض بهيدي الطريقة ليصير عنا البيض بلون الأبيض، أو الخليط ليصير لونه مايل على البياض. بنضيف عليهم نص كباية من الزيت النباتي وبخلطهم. أكيد فينا نستخدم الخلاط اليدوي أو الخلاط الكهربائي، بس هيدي الكيك كتير سهلة، مكوناتها سهلة وما بتعذب إذا استخدمته المشبك اليدوي. هلأ بدي أضيف عليهم كوب من بيوريه اللقتين يلي متل ما قلت لكم كنت مفرزته، ظهرته بحرارة الغرفة لصار عندي بهيدا الشكل، وضفته فوق خليط الكيك. بدنا نخلط كتير منيح ليتجانسوا مع بعض، بتحسوا الخليط ناعم وتقيل شوي. نخلط حتى يدوب كل اللقتين اللي عندي، وإذا كان في عندي شوي من البيوريه اللقتين اللي بعده متلج بنشيلهم على جنب. هنضيف عليهم هلا ربع كوباية لبن زبادي بحرارة الغرفة، وعليهم ملعقة صغيرة من الخل الأبيض كمان هنخلط. وهلأ بدنا نضيف البهارات، أهم شي القرفة وجوز الطيب بهيدي الكيك، هتعطيها نكهة وريحة كتير حلوة. أكيد مع رشة صغيرة من الملح. وهلأ بدنا نضيف المكونات الجافة، خلصنا من كل المكونات السائلة والبهارات. هضيف كباية ونص من الطحين المنخول. حطيت أول كباية، وهلأ بدي أضيف نص كباية تانية، وأحط معها معلقتين صغار من البيكنج باودر ومعلقة صغيرة من بيكربونات الصودا. قوام الخليط لازم يكون عنا بهيدا الشكل، شوي سميك، ما بدنا إياه رقيق. فإذا منضلنا عم نخلط لنتخلص من كل التكتلات اللي بتظهر. وهلأ بحضر الصينية. المكونات هيدي مكونات لقالب صغير هيدا الحجم. أكيد إذا بدكم كمية أكبر بتدوبلوا كل المقادير. دهنت الصينية شوية زبدة، وهحط كل الخليط. فإذا بنحط خليط الكيك كله بقالب الكيك المدهون بالزبدة. فيكم تحطوا شوية طحينة كمان ومرشوشة بشوية طحين، وبنطرق الكيك كم طرقة لنطهر كل الهواء يلي فيه، وننظف الأطراف إذا كان في عنا شي زايد على الأطراف. بنحطه بالفرن على الرف الوسط تقريبا 40 دقيقة. بنفوت عود خشب، إذا ظهر ناشف يعني بكون استوى الكيك. وهون الكيك خليته يرتاح تقريبا ربع ساعة، ورجعت فضيته من القالب وهفرجيكم قلبه كيف هيطلع عنا. ريحته كتير حلوة، وهو من الأنواع الكيك اللي بتكون طرية بعده سخن شوي. شوفوا كيف قلبه لونه وريحته كتير حلوة وكتير طيبة. جربوا هيدي الوصفة إن شاء الله بتعجبكم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا له لايك وتعملوا اشتراك إذا منكم مشتركين، وأنا بشوفكم بوصفة تانية. وجربوا هالوصفة الطيبة من كيك اللاتين، وباي باي.